في الخطة اللي إحنا جايين نعرضها خاصة بمحركات البحث، اتكلمنا على 5 عناصر أساسية، وقلنا أساسيات تحسين محركات البحث أو أدوات تحسين محركات البحث، وقلنا الكلمات المفتاحية الkeywords research، اتكلمنا عن التحسين التقني، عن تحسين الon page والoff page. إحنا النهارده هنقسمها أسابيع، وهنقول إن الأسبوع الأول إحنا هناخد الأساسيات أو الأدوات اللي ما ينفعش أصلًا أبدأ SEO من غيرها. فالأسبوع الأول ده إحنا بنجهّز الموقع عشان جوجل يفهمه ويبدأ يظهره في نتايج البحث. أول أداة عندنا باختصار هي الGSC أو Google Search Console. دي أداة بتقول لك جوجل شايف موقعك إزاي، بتعرف أنت بقى من خلالها إيه الكلمات اللي الناس بيبحثوا بيها وبيلاقوك. هل في مشكلة في الموقع عندك؟ هل في مشكلة في مشروع ما؟ هل في مشكلة في الزحف، في الأرشفة؟ علشان تبدأ تظهر في جوجل لازم جوجل يفهم موقعك ده بيتكلم عن إيه، ومهتم بمواقع إيه، بمناطق إيه، بمشروعات إيه. خليك حافظ معايا إن الأداة دي هي أول أداة إحنا لازم نبدأ بيها. لازم جوجل يفهم أنت بتتكلم عن إيه، موقعك بيتكلم عن إيه. تاني أداة مهمة جدا 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 هي GA4 أو جوجل أناليتكس 4. دي أداة بتساعدك على تحليل البيانات الخاصة بالموقع بتاعك. أداة بتقول لك مين دخل الموقع، منين، قعد قد إيه الصفحات اللي شافها، وإيه الصفحات اللي بمجرد دخل فيها خرج منها وليه. مهم جدا إنك تعرف الناس بتقعد على الصفحات وقت كبير بس مفيش استفسارات بتتبعت ليه. طب الناس بتخش الصفحات دي وبتخرج على طول ليه؟ كل دي معلومات بتساعدك إنك تاخد قرارات تسويقية سليمة وتعرف الموقع فيه إيه. أنت لو فهمت سلوك العميل هتقدر تعدل المحتوى بتاعك، تقدر تزود فرص البيع بتاعتك. الأداة التالتة عندنا جوجل تاج مانجر GTM. تقدر تتابع وتعرف كم واحد ضغط على اطلب معاينة او ارسل رسالة او ضغط على زرار واتساب، كم واحد حمل المشروع. بتقدر عن طريقها تقيس النتائج الفعلية والأحداث اللي حصلت على الموقع بتاعك، وبرضه من خلالها تعيد استهداف الناس دي مرة تانية. الأداة الرابعة معانا رانك ماث SEO. الأداة دي بقى هي إضافة لمواقع الووردبريس. دي أداة سهلة بتساعدك تجهز كل صفحة في الموقع بتاعك بشكل يتناسب مع محركات البحث. دي بتقول لك بقى شوية إرشادات تعمل إيه في كل صفحة مشروع علشان تبقى جاهز تظهر في جوجل. الأداة بقى رقم 5 معانا هي سايت ماب. ده عبارة عن ملف بيساعد جوجل يفهم كل صفحة وكل مشروع على الموقع العقاري بتاعك. هو بيفهم الهيكل بتاع الموقع بتاعك إيه، والمناطق إيه، والكاتيجوريز إيه، وبيسرع ظهورك في نتائج محركات البحث. أول ما تحط مشروع جديد 24 ساعة 48 ساعة تلاقي المشروع نزل نتائج محركات بحث.